اهلا بيكم. داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. وعارفة اللي انتوا بتفكروا فيه، ما تشيلوش هم اي حاجة، سيبوا كل حاجة على الله ثم عليا. النهاردة بقى جايبة لكم جولة حلوة جدا جدا في سوق الغلابة. فيه كل حاجة انتوا شايلين همها او بتفكروا فيها وعايزين تجيبوها وعاجزين بسبب غلو الاسعار. تعالي معايا هخليكي تملي بيتك خير طول شهر رمضان من السوق ده برخص التراب. كل اللي انا طالباه منك يا ست الكل قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على الرسول، وما تنسوش تعملوا لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس بنية الثواب. وتعالوا بقى نخش على السوق ونعرف الأسعار ونعرف كل حاجة عن التفريزات بتاعت رمضان. أول حاجة بنحتاجها وهو البلح، مفيش غنى عنه طول شهر رمضان. والبلح هناك كان في السوق ده بيبدأ من 20 جنيه. مش عايزة أقول لكم إن كان في أنواع ب15 جنيه، بس ده يعني مش بلح، خلينا في المضمون. البلح ده كان ب 30 جنيه، اللي هو اللي لونه غامق ده كان ب 30 جنيه. الاتنين بصراحة كسرتهم كده ودقتهم بجد حلوين جدا، ولا مسوس ولا في أي حاجة. عندك 3 أو 4 أنواع ب25 وب30 جنيه، حلوين قوي وسعرهم في المعقول. كان فيه كمان التمر هندي ده اللفة ب35 جنيه. في ناس بتبيعها أقل من كده وفي ناس بتبيعها لحد 45 جنيه. هنلاقي في السوق فروشات كتير زي ما احنا شايفين، وزي ما بقول لكم الأسعار بتبدأ من 15 جنيه لحد 50 جنيه للبلح. كان في بالمناسبة كمان سوداني بس مش مملح، ده الكيلو ب70 جنيه. تقدروا تجيبوه وتملحوه وتستخدموه في الحلويات لو انتوا حابين. طبعا بيبقى فيه المفصص هقولكوا على سعره كمان دلوقتي. بالنسبة بقى لأسعار البقول، وكان في السوق بقى طبعا العدس والبرغل والفريك والحاجات دي كلها. انا اهتميت ان انا اعرف سعر الرز ده لان ده اهم حاجة، وكان سعره 30 جنيه، يعني سعره معقول. والفول البلدي اللي هو للتدميس يعني كان ب54، والفول المدشوش كان ب50 جنيه. البصل الجديد كان فيه ب12 ونص، وفي ناس بتبيعه ب15. اما بقى بالنسبه لاسعار الخضار، يعني كان في ورق عنب ب50 جنيه، وكان فيه بسله ب25 جنيه كيلو، والقلقاس كان ب25 جنيه كيلو، والسبانخ كانت ب10 و12 جنيه سعر الكيلو. الفلفل الالوان يا بنات ده كان ب20 جنيه، في حاجات كانت عامله 15 جنيه بس مكسره. بالنسبه بقى للقرنبيط، عايزه اقول لكم ان كان فيه صغيره ب5 جنيه ولحد الكبيره 15 جنيه. وهنا بقى كمان الليمون ده اللي هو الكبير، اللي هو الليمون الايطاليا او القضاليا او اللي بيسموه الشعير، ده كانت 3 كيلو ب10 جنيه. حلو في التخليل جدا جدا جدا، وللعصير ممكن برضو تجيبوا شويه، وهنعمل منه وصفات ان شاء الله لان انا جبت منه، هعمل لكم بيه وصفات حلوه قوي. الجزر بقى والبسله والخضار والملوخيه والحاجات دي. الملوخيه طبعا مش هتفرز لان في رمضان ان شاء الله هتكون كترت. البطاطس سعرها الصغيره 5 جنيه، والكيلو ونص ب10، لحد احلى حاجه ب12 جنيه ونص. بالنسبه للكرنب، الكرنب كان بيبدا من 5 جنيه لحد 12 جنيه الواحده على حسب حجمها وحالتها طبعا. والثوم بيبدأ السعر بتاعه طبعا، ده التوم الجديد. التوم الأبيض ب20 جنيه الكيلو، بالعرش بتاعه الأخضر، والأحمر كان ب30 جنيه. بالنسبة للبنجر الكيلو كان الكيلو ونص ب10، والجزر كان ال3 كيلو ب10 وب5 جنيه الكيلو أحلى حاجة. الخيار كان ب10 جنيه وب12 جنيه، وكان فيه المكسر بتاع التخليل كان الكيلو ونص ب10 جنيه، وممكن تجيبيه كمان ب5 جنيه. أما بقى بالنسبة للتفريزات بتاعة رمضان، تعالوا هنا بقى السوق اللي هو بتاع الطيور. هناك فيه أسعار حلوة قوي. فيه الفراخ الشامورت الصغيرة بتنباع بالواحدة كده أو بالجوز، يعني للحشو أو للسليق يعني. وفي الفراخ الامهات الكيلو ب75 جنيه لو انت عايزه فرخه كبيره لحد 4 كيلو، الكيلو ب75. وفي فراخ بتنباع بالواحده، الواحده ب120 وب130، وحجمها حلو مش وحش. كمان في منافذ واماكن بتبيع اللي هي الفراخ المجمده والمجمدات دي بسعر حلو. يعني عندك الفرختين دول مع بعض ب175، وفي فرختين ب110، دولت هيبقوا للحشو او للشوي. اما بقى بالنسبه للمفروم، المفروم الكيلو ب250 جنيه وب240 جنيه، حلو برضو. البطاطس يا بنات كانت في السوق بتبدا من 5 جنيه زي ما قلت لكم، والطماطم من 5 جنيه وكيلو ونص لحد 8 جنيه احلى طماطم. الخيار كان بيبدا من 10 جنيه احلى حاجه 12 جنيه، وفيه الكيلو ونص ب10، وفيه ب5 جنيه زي ما قلت لكم. الجزر الثلاثه ب10 وب5. وطبعا النعناع الحزمه بجنيه وبجنيه ونص. هنا كمان يا بنات جبت لكم بقى سعر الكرشه والممبار
والممبار والحاجات دي. ليه ما نعملش حاجات زي كده اقتصادية وحلوة مش وحشة؟ يعني الكرشة ب70 جنيه الكيلو، الكوارع اللي هي الضاني الأربعة ب50 جنيه، الكوارع التانية بتبدأ اللي هي البتلو الصغيرة ب90 جنيه اللي هي البتلو، لكن الكبيرة ب130 وب150 وانت طالعة. هنا أنواع السمك بقى، السمك بيبدأ في السوق البلطي كان بيبدأ من 30 جنيه، سمك المكرونة بيبدأ من 40 جنيه الصغير خالص، لحد أحلى حاجة كان 120 جنيه البلدي الكبير. ايه تاني؟ ده كان ب70 جنيه السمك اللي قدامكم ده. سمك السردينة كانت ب70 جنيه، السمك دوت كان بيقول ب50 جنيه كيلو. كان فيه اللي هي سمكة البلاميطة الكيلو ب70 جنيه، وممكن تفصلي معاه لأنها هي كبيرة فبتوزن لو انت عايزة تعملي تونة أو تعملي بيها حاجة يعني. شبكة الجندوفلي كانت ب10 جنيه. في حاجات بقى كتير أسعارها حلوة زي اللبن ده مثلا، اللبن الكيس ب15 جنيه. في البرتقال البلدي بتاع العصير الكيلو ونص ب10، والجوافة كانت ب12 جنيه وب10 جنيه، وكيلو ونص للعصير ب10 جنيه. الفراولة كانت ب20 جنيه في السوق. الموز كان ب12 جنيه ونص، وكان في موز ب10 جنيه كمان. الرمان ب10 جنيه. ايه تاني؟ لو حبيت تعرفوا سعر اي حاجه برضو لو انا نسيها يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات هقول لكم على سعرها. كمان كان في السوق زبده بيبيعوها على انها فلاحي بس هي مش فلاحي، الكيلو ب110، وزبده بيبيعوها على انها نيوزيلندي وهي مش نيوزيلندي وبيبيعوها برضو ب100 جنيه، وفي ناس بتبيعها ب110. تمام؟ دي زبده مرجرين مع سمن نباتي مخلوطين على بعض للمعرفه، بس عشان اكون صريحه معاكم عشان ما تتغشوش. تمام؟ طيب بالنسبه بقى للاسعار يميش رمضان، وكان عندك لوز بندق عين جمل سليم مش مكسر يعني مش متفصص، ده كان ب320 جنيه. طبعا احنا قلنا على اسعار البلح. الكركديه كذا نوع بيبدأ من 220 لحد 240. عندك الخروب المجروش كان ب80، عندك الدوم المجروش كان ب80. بالنسبة بقى لقمر الدين النوع ده ب30 و35 وفي ب40 و50 لحد 100 جنيه لفة قمر الدين السوري. بالنسبة للزبيب ده ب220، ده ب180، ده ب160، ب180 تقريبا ده، واللي جنبه ب160. تمام؟ ده بالنسبة للزبيب. بالنسبة بقى لسعر جوز الهند، طبعا القراصية والمشمش المجفف كان سعرهم ب450 جنيه كيلو، وبالنسبة للتين المجفف الواحدة ب80. أما بقى بالنسبة لسعر جوز الهند بيبدأ من 160 جنيه لحد 220 جنيه أعلى حاجة. كمان عندهم زبدة صفرة للحلويات بيبيع الكيلو ب110 اللي هي الخليط مش نيوزيلندي اصلي. العجوه كانت ب40 وب50، فيه المفروم وفيه اللي هو العجوه السليمه بس مخليه من البذر. كمان سعر القطايف والكنافه والجلاش والسمبوسك الحاجات دي كلها سعرها الكيلو ب30 جنيه. والمكان ده يا بنات سوق المرج القديمه، بيبقى كل يوم بس بالاكتر يوم الثلاث بيبقى سوق كبير جدا جدا. لو حبيتوا تعرفوا اي حاجه عن الاسعار او في حاجه انا نسيت اقول لكم عليها اكتبوا لي في الكومنتات هرد عليكم. واتمنى تعملوا لايك للفيديو وشير كتير، وكل سنه وانتم طيبين.